اهلا بيكم. المره اللي فاتت اتكلمنا على الشواحن الوول ماونت واهميتها وايه اللي بيميزها عن البورتابل تشارجرز اللي احنا قلنا اللي هي بتبقى بفيشه ممكن تشحن بيها، وقلنا ليه الوول ماونت تشارجرز بشكل عام امن وافضل من البورتابل تشارجر من حيث الامان ومن حيث الاستخدام اليومي. طيب النهارده برضه انا حابب اوريكم شاحن تاني، وعشان الكلام ما يبقاش مكرر هنقول المميزات بتاعت الشاحن ده عن برضو الشواحن الاخرى اللي موجوده، وانت في الاخر بتختار الحاجه المناسبه لاستخدامك ولاحتياجك. فالنهارده معانا شاحن اي بي بي اسمه اي بي بي تيرا اي سي وول بوكس، اللي هو الشاحن اللي قدامكم ده. طبعا اي بي بي مش محتاج اتكلم على السيفتي اللي موجوده في الشاحن عامله ازاي، والاي بي بروتكشن والاي كي بروتكشن بتاعته. الاي بي اللي هو الخاص بالدست والووتر، والاي كي طبعا اللي هو تحمله للصدمات او الكسر يعني. طيب فايه الشاحن ده برضو ندي كده السبيكس بتاعته السريعه. الشاحن ده 3 فاز بيشحن بقدره 22 كيلو وات. طبعا اي عربيه هتجيلك سواء كانت 3 فاز 22 كيلو وات يعني بيدي على السنجل فيز 32 امبير، فاي عربيه هتقدر تشحن بالفول باور بتاعها. عربيه امريكي سنجل فيز بتاخد 7 كيلو هتقدر تشحن. عربيه اوروبي محتاجه 11 كيلو هتقدر تشحن لان على 3 فاز لانه بيدي 3 فاز 32 امبير. عربيه صيني بتشحن 11 كيلو على 3 فاز برضو نفس الكلام. نفس الفكره اللي قلناها المره اللي فاتت، بتيجي بالكابل بتاعك بتوصل وتشحن كانك بالظبط في احدى محطات البابليك تشارجرز اللي بتشحن فيها. طيب دي الحاجات المعلومات العاديه او اللي كل الناس تعرفها. تعالوا نتكلم بقى على المميزات اللي بتميز الشاحن ده عن باقي الشواحن التانيه. اول حاجه الشاحن ده سمارت. يعني ايه سمارت؟ يعني بقدر اكونكت الشاحن على الانترنت، تمام؟ وعندي طريقتين اقدر اكونكت بيها الشاحن على الانترنت. خلينا الاول قبل ما نقول ازاي بنكونكت هنشوف هنا الانديكيتورز الليد لايتس دي. ده هنا لو علامه الالارم لو في مشكله. تاني حاجه اللي هي بتوريك ان العربيه بتشحن. تالت ليد بتقول لك لما بتوصل الكيبل ان الكيبل ديتكتد وبتنور. رابع حاجه بتاعت الانترنت ان الشاحن كونكتد بالانترنت. واخر واحده بتاعت الباور ان هو مليان ولا لا. وهنا ديسبلاي طبعا بتوريك كل المعلومات عن الشحن والكلام ده كله من خلال ديسبلاي. في منه 2 فيرجنز، واحده بديسبلاي واحده من غير ديسبلاي. حبيت اوريكم اللي بديسبلاي. طيب فازاي بقى بتكونكت؟ او لما قلنا ان هو سمارت يعني بيبقى كونكتد على الانترنت. تقدر تكونكت على الانترنت من خلال الواي فاي، تمام؟ او من خلال السيم كارد. ودي من الحاجات او المميزات الرهيبه جدا جدا جدا. تعالوا نتكلم بقى ايه ميزه الشواحن السمارت بشكل عام. ميزه الشواحن السمارت ان انت بتقدر تبص على الشحن بتاع العربيه قد ايه وتكنترول تو اون تو اوف. طب ميزه الموضوع ده ايه؟ الناس اللي بتسافر كتير طبعا احنا عارفين ان عدو اي بطاريه او اي عربيه كهرباء ان هي تتركن لمده طويله من غير ما تتشحن. فطبعا كل المصنعين بينصحك بيقول لك ان انت لازم في الفتره دي تسيب العربيه لازم تسيبها على الشاحن يعني. وفي بعض الناس يعني بتقول لك ان انت ممكن تفك الكيبل بتاع ال 12 فولت، ولكن المصنع بيقول لك لا بالعكس، انت لازم تسيب العربيه كونكتد على الشاحن. ده الطريقه الصح. وطبعا عشان تسيبها كونكتد على الشاحن مهم جدا ان انت تبقى عارف العربيه بيحصل فيها ايه. في عربيات طبعا زي تسلا والعربيات السمارت اللي كونكتد بابلكيشن بتقدر تشوف الكلام ده. طب العربيات اللي مش سمارت تعمل ايه؟ هتحتاج شاحن سمارت. ميزه الشاحن ده بقى ان هو كمان ليه ابلكيشن اسمه تشارجر سينك. تشارجر سينك ده ابلكيشن تبع اي بي بي موجود على الستورز بتاعت اندرويد وابل، وبتقدر تشوف بقى كل حاجه بتحصل في الشاحن او عمليه الشحن والعربيه. فطبعا ده من ميزته ان انت كل ده ليك اكسس على العربيه، شايفها شحنت قد ايه، الستيت اوف تشارج قد ايه، تقدر تدي ويك اب للعربيه ان هي لا اشحني، فدايما ضامن البطاريه في حاله امنه. من المميزات التانية ان انت ممكن الناس اللي عندها طبعا المكان بتاعها مثلا الشاحن هيحتاج يكون موجود في الشارع والاكسس ليه مش ريستريكتد، لا ده هو موجود في مكان بابليك، وفي نفس الوقت ممكن اي حد يجي جنب الشاحن يعني. او طبعا الشركات المولات اي حد حابب يركب شاحن كوميرشال يعني. فمهم جدا يبقى عنده المعلومات دي عن الاستهلاك والكلام ده، والاهم ان هو يقدر يكنترول الشاحن. ميزه الشاحن ده ان انت ممكن تفتحه من الابلكيشن يبقى للناس كلها تستخدمه عادي من غير ما يحتاج يبقى معاه اكسس.
وممكن برضو لو عايز تعمل له اكسس لناس معينه، فعندك طريقتين. عندك من خلال الابلكيشن، هنا علامه الار اف اي دي، عندك ار اف اي دي زي الكارت اللي معانا ده، بتقربه الشاحن بيفتح. اوكي. والحاجه الثانيه ان ممكن من خلال الابلكيشن تستخدم الابلكيشن عن طريق برضو الار اف اي دي او الان اف سي، بيفتح لك التشارج بتاع الشاحن. فاذا نقدر نقول خلاصه الموضوع ده ان الشاحن ده هيبقى كويس لمين، او مين اكتر ناس هتبقى مستفاده بيه؟ الناس اللي بتسافر كتير وبتسيب عربياتها لمدة طويله الكهرباء، فطبعا مهم جدا ان هو يسيبها على الشاحن، والاهم ان هو يبقى عارف ايه اللي بيحصل في العربيه والبطاريه، الستيت اوف تشارج بتاعها قد ايه، والاستهلاك بتاعها قد ايه، او ايه اللي بيحصل في العربيه. تاني حاجه الناس اللي في المولات او في الاماكن الكوميرشال اللي محتاجه يبقى عايزه تركب شاحن وعايزه تعرف معلومات عن الاستهلاك، عايزه تدي اكسس لناس معينه، عايزه تفتح الشاحن في اوقات معينه. واخيرا مهم برضو للناس اللي عندها الشواحن ولكن الشواحن مش في مكان خاص بيها، فبرضو عرضه ان حد يجي يقرب من الشاحن ويلعب فيه. فمهم جدا ان يكون الاكسس للشاحن يا اما بار اف اي دي يا اما من خلال الابلكيشن، ومن الابلكيشن طبعا اقدر اتحكم ان هو ما يطلعش كهرباء تماما، واقدر اتحكم في كل حاجه موجوده فيه. فده باختصار امتى تجيب شاحن سمارت زي شاحن اي بي بي تيرا اي سي والبوكس، وامتى تختار الشواحن اللي قلنا عليها قبل كده زي سير كنترول، وامتى تختار البورتابل تشارجر لو ما قدامكش اوبشن غير ده. شكرا ليكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار بخصوص الشواحن تقدر تسيب كومنت وهنرد عليه ان شاء الله في اقرب وقت. شكرا لكم.